انا الطوموبيل كنت شادها، نهار اللي طلقتها ليهم قال لك اجي شتي هاد الشرطه اللي عندك هنا اللور، قال لك هذه انت اللي شرحتيها وانت اللي واخا قلت له ماشي مشكله نمشي نصوبها. فاضطريت انا مقطعوا لي 700 درهم وقيله على ما اظن، اللي قطعوها لي بسبب واحد الشريحه صغيره اللي ما كنظن وقيله شي تصاوب واحد 150 درهم. بعد مرات كيجيبوك نهار حتى يقول لك نوض تخدم حكا فلان صباح مريض، هو راه ما مريض ما والو، يقدر يكون غير صاحب الشاف ديال اللي شاف على الترونسبورات، تيكون صاحبه ولا هذا تيقول تيعيط على شي واحد اللي بيناتهم تيقول هذاك ابو جادي يلاه يلاه بادي، خصهم يدوزوا عليه الدكاكه، كيعيط ليه تيقول له حكا راه هذا فلان صباح مريض سير دير الطراجي ديالو نهار الحد. المهم هذه هي الخدمه، هذا هو توقيت العمل، يعني انت خدام سون زاري 24 ساعه 24 ساعه، راه ما عندكش اللي لقيت الا جاو عندك الضياف كتجلس معاهم نص ساعه وكتنوض تهرب. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي كيف العاده كنجيبو شي شاب خدم في احد الشركات اولا مجال معين. وفي هذا الفيديو غيكون معنا واحد الشاب اللي كنشكرو بزاف حيت شارك معنا التجربه ديالو اللي دوز في مجال نقل المستخدمين اي ترونسبور. وبالمناسبه اي واحد بغى يعاود على التجربه ديالو ويبان معنا في الفيديو الجاي يصيفط لي ميساج في النمره اللي غنحط في صندوق الوصف وفي اول تعليق. ودابا ندوزو للفيديو ونبداو باول سؤال. المهم كيفاش خدمت الطريقه هو انني كنت كنعرف واحد الصديق ديالي كنت كنسوق معاه، كان عندي بيرمي قديم كنت كنسوق معاه ترونسبور، ومره وكان عرفني له واحد السيد عنده طوموبيل ديالو مدخلها سوتريتي للشركه، يعني مدخلها للشركه بحال كتقول كضرب طراجيات مع الشركه ديال الترونسبور. صافي قال لي واش تشد لي الطوموبيل ديالي رانا مدخلها مع الشركه، قلت ليه مرحبا. صافي مشيت وليت كنضرب مع الطراجيات. هذه الطريقه فاش خدمت. والطريقه المعتاده اللي كلاسيكيه انك كتمشي كتدفع السي في ديالك في الشركه، تحط لهم السي في وهما تيعيطوا لك كيديروا واحد تيست كيجمعوا فيه كاع الشوافريه اللي حاطين السيفيات، كيدوزوا لهم تيست يشوفوا اللي كيعرف يسوق اللي ما كيعرفش، وكيختاروا داك الساعه على حسب الوزوان ديالو شحال خصهم من واحد، اختاروا من دوك الناس اللي جاو كامل. المهم بالنسبه لكيفاش كانت البدايه، صراحه كانت البدايه صعيبه ولكن داك الحماس كيخليك تنسى كلشي، تكون متحمس صافي اللي عطاوها لك كتخدمها وكتسكت. بالنسبه للمهام ديالي شي فور، يعني انا اللي كنسوق ترونسبور، كتهز الناس كديهم للخدمه كتجمعهم وكتردهم، الحق ما كيكونوش غير هما، كيكونوا 3 شيفت، كتدخل وحدين وكتخرج الاخرين اللي يلاه خرجوا بحال هكا. الصالير اللي كنت خدام به انا راه كيتراوح ما بين 2500 حتى 3000 درهم، وراه هادشي اللي كاين، ما عدا واحد الشركه راه معروفه ديال واحد الصبليوني هي اللي شويه عندهم الثمن شويه طالع، هادو كيخدموك للساعه، اما المغاربه ديالنا راه ما كاين عا ثمنه بجوج ريال. المهم بالنسبه لاوقات الراحه، اوقات الراحه عاوتاني كتعتمد على الشركه، كاين الشركات اللي عندهم نهار ديال كروبو فيكس ما كاينش اللي يحيدوا لك، يقدروا كاع يخليوك تختار من نهار تريح، ولكن اغلبيه الشركات راه كيقول لك كيبقاو يحسبوا معك على داك النهار ديال الراحه، تيقول لك مثلا لا دي بانينا وانت جلستي داك الحد ما تجلسش. المهم بالنسبه لي انا شخصيا في اللوكا ديالي انا كنت كنوض مع 4 ونص، مع 4 الصباح، 4 ونص كنبدا نهز اول بيرسونيل، كنجمع الناس كاملين تنديهم لازون، كنخرج عاوتاني هذوك اللي دخلوا بالليل كنمشيو نفرقهم، وتنجلس نتسنى عندي تقريبا واحد 40 دقيقه وانا جالس في الطوموبيل وكنكمع وفوق النعاس، ولا شاط لك كاع شويه الوقت راه كتقدر تمشي تفطر، لقيتي شي مول البحر شي حال ولا حتى كتوصل السبعة باش كنبدا تجمع الاداره، كتجمع الاداره كتديهم توصلهم وكترجع خاوي، ما كتجي فين توصلهم وترجع حتى كتكون يعني وصلت تقريبا واحد 9 ولا 9 ونص، هذا كتوصل لدارك، كتوصل كتنعس، كتفيق معايش، كتفيق عاوتاني مع 12 ونص باش مع الوحده تبدا تجمع، تفيق مع 12 ونص باقي عينيك مقلوبين، تغسل وجهك كتلبس حوايجك كتمشي ديماري الطوموبيل عاوتاني، تجمع عاوتاني ديال العشيه، كديهم توصلهم، كتخرج هذوك ديال اللي دخلتي الصباح كتخرجهم تقريبا مع ديك 6 ولا كنظن وقيله ولا 5، بهاد الوقيته تقريبا العشيه هي اللي كتكون عندك واحد الساعتين كتقدر تريح فيها شي قهوه من غير هادشي ما كاينش، كتمشي كتبدا تجمع عاوتاني ديال العشيه عاوتاني كتبدا مع الجوج ولا مع 8 ولا 9 ولا 10 على حساب، كل ما كانت كل ما كانت هابطه كل ما احسن يعني كل ما كانت غتجمع ليكيب ديال الليل بكري كل ما مزيان، حيت كل ما طلع الوقت ديال انك تجمع الشيفت ديال الليل عول على راسك راك غادي الوحده ولا الجوج وانت يلاه داخل لدارك. المهم هذه هي الخدمه، هذا هو توقيت العمل، يعني انت خدام سون زاري 24 ساعه 24 ساعه، راه ما عندكش اللي لقيت الا جاو عندك الضياف كتجلس معاهم نص ساعه وكتنوض تهرب، هذا ما كاين.
بالنسبه للايجابيات، الناس اللي كيكونوا يلاه بادين كيبغيو يتعلموا يسوقوا، راه ممكن انك تشوف شي شركه تدوز معها واحد الشهر ولا شهرين كيحرتوا عليك بهذا المعنى، كيحرتوا عليك، ولكن ما عندك ما دير، صبر انت كتقضي حاجتك باش كتلقى يدك شويه تشد العبارات باش من هذاك كدوز للكار كبير. هذا هو الايجابيه الوحيده اللي كتبان لي انا. ما بالنسبه للسلبيات راه كلها سلبيات من الفوق لتحت، راه دمك كيولي كحل، لا نعاس كتشوفو، لا نهار كتجلس فيه، بعض المرات كيجيبوك نهار حتى يقول لك نوض تخدم حكا فلان صباح مريض، هو راه ما مريض ما والو، يقدر يكون غير صاحب الشاف ديال اللي شاف على الترونسبورات، تيكون صاحبه ولا هذا تيقول تيعيط على شي واحد اللي بيناتهم تيقول هذاك ابو جاري يلاه يلاه بادي خصهم يدوزوا عليه الدكاكه، كيعيط ليه تيقول له حكا راه هذا فلان صباح مريض سير دير الطراجي ديالو نهار الحد. وكاين اللي تيديروها ليه في وسط السيمانه، مثلا شي شيفت ما عندهمش في واحد الشركه كيعيطوا عليه يدير شيفت في شركه اخرى باش الاخر يمشي يرتاح يمشي يريح، يعني كيزيدوك انت تماره وكيعطيو لواحد اخر راحه. علاش؟ حيت انت بوجاري والله داخل. هذه من السلبيات. من السلبيات اخرى عاوتاني البروسيات راه ديما تابعينك، تعيا تحضي ديما تابعينك البروسيات. راه بعض المرات انت كتسوق ترونسبور كتقلب داك الشيء، راه ملي كيوقفك الجندار كيبدا يقلب كيبدا يفلي معاك الطوموبيل من اصل زيد من ديك الساعه، شوف شنو دير معاه. وغالبا كتقيد البروسي لان انت ما عندك ما دير، تقيد البروسي راه غادي تخلصوا من جيبك، ما كيعقلوش عليكم في هذا الشيء هذا. حاجه اخرى وبان تيقول لك الطوموبيل الا تقاست غادي نحسبوها عليك، وهذا الشيء وقعت ليا مع واحد الشركه راه معروفه هنايا راه في القنيطره. انا الطوموبيل كتشادها نهار اللي طلقتها ليهم قال لك اجي شتي هاد الشرطه اللي عندك هنا اللور، قال لك هذه انت اللي شرحتيها وانت اللي واخا قلت له ماشي مشكل نمشي نصاوبها، قال لك صافي ماشي مشكل الفلوس عندي راه الوراق ديال الطوموبيل سير مع مول الطوموبيل. وانا دوك الناس انا عارفهم شنو كيسووا، يعني فوق غتخرج من عندهم من الاداره ما تبقاش عاود تشري. فاضطريت انا مقطعوا لي 700 درهم وقيله على ما اظن اللي قطعوها لي بسبب واحد الشريحه صغيره اللي ما كنظن وقيله شي تصاوب واحد 150 درهم. اما الا مشيتي ضربتي شي اوبتيك ولا شي حاجه راه بقيتي تما، واخا يكون لاسينوس غيعوضوا ما يحسبوها لك. هادشي صراحه خطر بزاف، ولكن الناس ما كاين اللي ما عارفينه. انا النصيحه اللي غنعطي للدراري ولا تتجه لهذا الدومين، مرحبا الا كانت نيتك انك تتعلم وتشد العبارات وتتعلم تصاوب كما كنقولوا، هذا ماشي مشكل. اللي لقيتي يقول بسم الله واخا يحرت عليك واخا تشوفهم كيحرتوا عليك ما تدويش، ضرب معاهم شهر شهرين يحط لهم سوارتهم وزيد في حالك. كنتي ناوي انك تبقى تطول فيه وتعيش منه هذا ماشي مشكل، بدا بديك الطريقه ومن بعد ديك الساعه دفع للشركات المزيانين. راه كاينه شركه واحده ديال الصبالي هنا في المغرب اللي مزيانه بالنسبه للدومين ديال الكابلاج ترونسبورت كابلاج، اولا دفع الطوبيس ولا شوف المهم انت دفع في طوبيس الرباط ولا عطا الله راه كاين ما يدير. هذا هو الحل اللي كاين. اما الا كنتي خدام في شي شركه وعندك واحد الصالير وكتشوف داك الصالير راه ناقص، ولا كتشوف راسك كضرب تماره وكتقول ربما غادي نتلاح لهذا الدومين، ربما هذا الفيديو هذا غادي يكون سبب بانك تراجع على هذا الشيء اللي باغي دير. حيت لا جيتي راه ما كايناش الراحه، راه غتولي الا جيتي للدومين زعما ديال الترونسبور راه ما كاينش الراحه، راه غتولي خدام 24 ساعه على 24 ساعه بجوج ريال من 50 حتى ل 60,000 ريال. قصتي الطوموبيل كيحيدوا لك من الصالير، بروسيات عليك، تماره كحله لحد ما تريحش بقاو تحاسبوا معك الحد لا حكا ما تخدمش الحد لا حكا تخدم الحد. اللهم خليك في بلاصتك، على الاقل انت دابا خدام 8 السوايع ملي كتوصل لدارك ولا داركم راه كتنعس في امان الله، تشد التليفون تخربق وعارف راسك ماش خدام وماش تسير. اما هذاك الدومين ديال الترونسبور راه كارثه، وكنتمنى من الله يدار لهم شي حل دوك الناس اللي باقيين خدامين في ذاك الدومين، لانه والله العظيم الا كيبقاو فيا قسما بالله شت شي فور مسكين خصو عمليه ما لقاش اللي يدير ليه العمليه، بقاو كيجمعوا ليه الناس ما عقلوش عليه حتى الشركه اللي خدامه معاه. يعني الخلاصه راه ماشي شي حاجه غادي سايق ترونسبور وخرج يدو من الدجاجه شاد الفولا بيد وحده وتقول هذا راه ما عرفت شنو راه لاباس عايش بخير وخدمه زوينه، وهذا الشيء راه ما كاينش. ونتمنوا التوفيق للجميع، واسمح لي الا طولت عليك خويا.